تخيل معايا واحد بطل تدخين لمدة 20 يوم وكان حاسس انه خلاص انتصر. نزل قعد مع اصحابه على القهوة وبعد اقل من نص ساعة رجع يدخن تاني. واحد تاني بطل تدخين لمدة شهر كامل، راح مناسبة عائلية او فرح عائلي قالك سيجارة واحدة مش هتفرق معايا، السيجارة الواحدة بقوا 2 والسيجارتين بقت علبة كاملة في كام يوم بس. هل لانهم اشخاص ضعاف؟ اكيد لا، لان معظم الناس بترجع للتدخين مش عشان لانها ناس ضعيفه، هي بترجع للتدخين لانها اتفاجئت بمواقف ما كانتش مستعده ليها. في الحلقه دي هنتكلم عن 5 مواقف بيقع فيها معظم الناس بعد الاقلاع عن التدخين وازاي نعدي كل موقف فيهم. اول موقف معانا ان هو بعد الاكل. بعد الاكل مخك بيكون متعود انه يربط احساس الشبع بالسيجاره، فعشان كده ممكن تلاقي بعد الاكل الرغبه ممكن تزيد معاك. فمن الحلول اللي بنواجه بيها مواقف زي دي ان احنا نشرب كوبايه ميه، نمشي لمده دقيقتين او نغسل سناننا بعد الاكل على طول. مع الوقت ومع التكرار المخ يتعود انه يفك الارتباط ده. تاني موقف معانا هو القهوه. المشكلة مش في القهوة نفسها، المشكلة ان مخك ربط السيجارة بالقهوة لسنين طويلة. عشان نكسر الرابط ده محتاجين ان احنا نغير المكان او الوقت اللي متعودين نشرب فيه القهوة. اشرب القهوة مع حاجة خفيفة لحد لما تكسر الرابط القديم. ثالث موقف وقت التوتر. اول لما تتوتر او يضغط عليك شوية ايا كان السبب، مخك هيقولك سيجارة واحدة وهتهدى، بس الحقيقة ان السيجارة دي هتسكت اعراض انسحاب النيكوتين مؤقتا وبعدها بشوية المشكلة هتتكرر تاني. الحل اعمل ايه؟ اخد كذا مرة نفس عميق شهيق مع زفير، اتحرك لمدة 5 دقايق او اشغل نفسي باي نشاط سريع. رابع موقف مع اصحابك المدخنين. مجرد انك تقعد مع اشخاص مدخنين ممكن يرجع عندك الرغبة وقوة. قلل وجودك مع الناس المدخنة دي حتى لو كانوا اصحابك. طب اعمل ايه لو كان الموقف ده في الشغل، في اجتماع في الشغل ومسموح بيه بالسجاير؟ تحاول تبعد عن مصدر الدخان وحاول تشغل نفسك بانك تركز في الكلام او تشغل نفسك بانك تكون ماسك مشروب في ايدك. كل الحاجات البسيطة دي بتفرق معاك. ولو حسيت ان الموضوع او الرغبة زادت معاك استأذن وامشي. خليك عارف ان القوة مش انك تحط نفسك في مواقف صعبة كل يوم، قوة انك تحمي نفسك انك ما تتحطش في المواقف دي. 5 موقف وده اغرب موقف في كل اللي فات: الذكريات والاغاني والاماكن. عمرك سمعت اغنية معينة وحسيت ان نفسك في سيجارة، او رجعت لمكان معين كنت بتدخن فيه؟ المشكلة ان المخ ربط الحاجات دي بالتدخين. طب الحل اعمل ايه؟ ما تخليش الحاجات دي تخوفك او تتحكم فيك. مجرد بس اللي انت بقى عندك الوعي والمعرفة ان ايه اللي بيحصل معايا ده في حد ذاته نجاح كبير جدا. فالخطوة اللي بعد كده بعد المعرفة وبعد الوعي تتعرض للحاجات دي مرة بعد مرة بس من غير ما تدخن. مع الوقت مخك هيبتدي يفهم ان القعدة في المكان ده مش معناها تدخين، وان الاغنية دي مش معناها سجارة. وافتكر ان المحفزات بتفكرك بالتدخين بس مش بتجبرك تدخن، والفرق بين الاتنين هو اللي بيصنع نجاحك.